يا أهلا بيكم. النهاردة بنغوص في موضوع يعني غريب ومدهش بجد. تخيلوا معايا كده، بقرة واحدة تمنها أغلى من عربية فيراري مثلا، أو حتى بيت على البحر. مش أي بقرة طبعًا. لا طبعا مش أي بقرة، دي فياتينا 19، البقرة البرازيلية اللي الدنيا مقلوب عليها. ليه؟ عشان هي رسميا أغلى بقرة في العالم. السعر كام بقى؟ وليلهم فاجئيهم. 4.3 مليون دولار. 4.3 مليون دولار أمريكي في بقرة. إمم. الرقم فعلًا صادم لأول وهلة. جدا. يعني السؤال اللي بيجي ببال أي حد، إيه الحكاية؟ إزاي يعني؟ إيه اللي يخلي حيوان يساوي ثروة دي كلها؟ لازم نفهم القصة دي سوا. وهو بالضبط كده. الرقم ده مش مجرد رقم وخلاص. لأ، ده يعني تتويج لرحلة طويلة أوي. قصة استثمار ضخم وتخطيط طويل الأجل في علم الوراثة وفي تطوير سلالات ماشية بجودة، يعني جودة فائقة. يعني الموضوع ليه جذور أعمق من مجرد مزاد. أكيد، وخصوصًا في بلد زي البرازيل. البرازيل دي عملاق عالمي في اللحوم، أكبر مصدر للحوم البقر في العالم كله. في الرقم ده وراه صناعة، وراه علم، وراه استراتيجيات معقدة أوي. تمام، فهمت النقطة دي. يعني الموضوع مش عشوائي خالص. طيب مين بقى فياتينا 19 دي تحديداً؟ عرفنا إنها برازيلية، بس نوعها إيه؟ سلالتها؟ هي بتنتمي لسلالة اسمها نيلور، أو نيلوري زي ما بتتقال ساعات. السلالة دي أصولها هندية أصلاً. من الهند. أيوة، بس اتطورت بشكل كبير جدا في البرازيل على مدى عشرات السنين. سلالة النيلور عموما معروفة بقدرتها الرهيبة على التكيف مع الجو الحر والرطب، ودي ميزة أساسية في بيئة زي البرازيل طبعا. أكيد طبعاً. لكن فياتينا 19 بالذات دي حالة استثنائية. حتى جوه سلالتها هي التوب يعني. أوكي، يبقى الأصل هندي، التطوير والتحسين برازيلي، والسعر عالمي. طيب نرجع للسؤال الأهم، ال4.3 مليون دولار دول جموا منين؟ إيه العوامل اللي تترجم للرقم الفلكي ده؟ خلينا نفك اللغز ده حتة حتة. بالظبط كده، خلينا نمشي وراها خطوة خطوة. الإجابة الأساسية، المحور اللي بيدور حواليه كل حاجة تانية، هو الجينات. الجينات الوراثية الفائقة بتاعتها. فياتينا 19 دي مش بقرة عادية خالص، دي نتاج سنين وسنين من حاجة اسمها التربية الانتقائية المكثفة. تربية انتقائية؟ ممكن نبسطها شوية، يعني إيه؟ ببساطة شديدة جدا، معناها إن المربين جيل ورا جيل ورا جيل بيختاروا أحسن حيوانات عندهم، اللي فيها الصفات اللي هم عايزينها، زي إنتاج لحم كتير أو لبن أو مقاولة أمراض، أي حاجة، ويخلوهم هم بس اللي يتكاثروا. يعني أحسن بقرة تتجوز أحسن طور، وهكذا. بالظبط. ومع تكرار العملية دي جيل ورا جيل، الصفات الممتازة دي بتتركز أكتر وأكتر، وبتتحسن بشكل كبير في الأجيال الجديدة. فياتينا 19 دي بقى مثال صارح على نجاح الاستراتيجية دي لأقصى درجة ممكنة، جابت آخرها يعني. فهمت. زي ما بيحصل في الخيل العربي الأصيل مثلا لتحسين السلالة، بس هنا الهدف مختلف شوية. طيب إيه أول وأهم صفة بتخلي جيناتها دي تساوي التقل ده كله؟ أكيد اللحم، مش كده؟ مفيش كلام. النقطة الأولى والرئيسية هي قدرتها الخارقة على إنتاج اللحوم. البقرة دي عندها كفاءة غير طبيعية في تحويل الأكل اللي بتاكله لكتلة عضلية، وبسرعة كمان، سرعة ملحوظة جدا مقارنة بغيرها. يعني بتاكل وبتكبر بسرعة. بس هل الفرق ده كبير للدرجة دي؟ يعني يستاهل جزء من الملايين دي؟ الفرق ده جوهري جدا في صناعة اللحوم التجارية. فكري فيها كده، بقرة زي دي بتقدر توصل للوزن المناسب للذبح في وقت أقل، مثلا بنسبة 15% أو حتى 20% أسرع من البقرة العادية. امم ده وقت مش قليل. لا طبعا، ده معناه توفير شهور من تكاليف الأكل والرعاية والعمال والأدوية لكل حيوان. اضرب التوفير ده بقى في آلاف وملايين الرؤوس في المزارع الضخمة. بنتكلم في أرقام ضخمة جدا كأرباح زيادة أو توفير. بالظبط. ده غير إن نسبة اللحم الصافي اللي بتنتجه من جسمها بتكون أعلى كمان، فالموضوع ليه جدوى اقتصادية رهيبة للمنتجين الكبار. منطقي جدا من الناحية دي. يبقى كفاءة إنتاج اللحم وسرعته دي أول قطعة في اللغز. طيب إيه تاني؟ القطعة التانية إيه؟ القطعة التانية بقى ومهمة بنفس القدر تقريبا، هي الخصوبة العالية وقدرتها على توريث صفاتها. دي نقطة مهمة قوي. بمعنى؟ بمعنى إن فياتينا 19 مش بس هي نفسها ممتازة، لأ،
الأهم من ده كله إنها بتقدر تورث جيناتها الفائقة دي لعيالها بكفاءة عالية جدا. هي مش مجرد بقرة منتجة، لا، دي أقرب لمصنع بينتج جينات التفوق دي. مصنع جينات. التعبير ده قوي جدا. يعني القيمة مش فيها كبقرة قد ما هي في قدرتها إنها تنسخ نفسها وراثيا. بالظبط كده. القيمة الاستثمارية الأكبر فعلا في استخدام جيناتها دي عشان تحسين أجيال جاية. وهنا بقى نيجي للنقطة اللي تبين لك حجم الطلب على الجينات دي، سعر البويضات بتاعتها. بويضاتها بتتباع لوحدها؟ بكام بقى؟ الدفعة الواحدة من بويضاتها بيوصل سعرها لحوالي 250 ألف دولار، ربع مليون دولار. ربع مليون دولار؟ في شوية بويضات؟ يا نهار أبيض، ده الموضوع كده دخل في سكة تانية خالص. دي مش مجرد بقرة عشان لحمها بقى. تماما. المستثمر هنا مش بيشتري بويضات وخلاص، لا، هو بيشتري المادة الوراثية الخام، الشفرة الجينية للتفوق دي، عشان يستخدمها في التلقيح الصناعي وإنتاج أجنة محسنة وراثيا. كأنه بيشتري براءة اختراع بيولوجية ماشية على 4 رجلين. بالملي. الاستثمار هنا في الكود الجيني اللي بتمثله أكتر بكتير من لحمها. وده بيوريكي إزاي التكنولوجيا الحيوية دي بتقدر تحول كائن حي لأصل استثماري ممكن يبقى أغلى من أصول تانية كتير كنا بنعتبرها هي القيمة زمان. دي نقلة كبيرة في التفسير فعلا. طيب إيه تاني بيميزها أو بيميز سلالتها عموما؟ حضرتك قلت في الأول إن سلالة النايلار دي بتتحمل الحرارة. مظبوط. وده العامل الثالث المهم جدا، التكيف المذهل مع المناخات الحارة. زي ما قلنا الأصل هندي، وده خلاها عبر آلاف السنين تكتسب قدرة طبيعية على تحمل الحرارة العالية والرطوبة. عندها آليات فسيولوجية بتساعدها على ده. زي إيه مثلا؟ يعني مثلا جلدها سميك شوية بس في نفس الوقت فضفاض، يعني واسع كده وفيه تنيات. ده بيزود مساحة السطح اللي بتفقد منه الحرارة. والأهم كمان عندها غدد عرقية أكبر وأنشط بكتير من معظم السلالات الأوروبية زي الإنجس والهيرفورد المشهورين. كأن عندها تكييف داخلي طبيعي. بالظبط كده، نظام تبريد ذاتي متطور. ودي طبعا ميزة استراتيجية مش بس ضخمة في بلد زي البرازيل اللي معظمها جو استوائي أو شبه استوائي. أكيد. يعني في مناطق تانية البقر الأوروبي بيتعب جدا من الحر. جدا. في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأجزاء من آسيا وحتى جنوب أمريكا، الحر والرطوبة دول بيعملوا إجهاد رهيب على الماشية الأوروبية. إنتاجيتها بتقل ومناعتها بتضعف وتبقى عرضة للأمراض. سلالات زي النلور بقى بتقدر تكمل وتنتج وتبقى بصحتها في الظروف الصعبة دي. وده يترجم لإيه على أرض الواقع للمربي؟ ببساطة، تكاليف رعاية بطريقة أقل، خسائر أقل بسبب الإجهاد الحراري، وقدرة على الاستفادة من المراعي في مناطق ممكن تكون مستحيلة لسلالات تانية. يعني هي اختيار مثالي اقتصادياً وبيئياً للمناطق الحارة دي. يعني مش بس بتوفر فلوس علاج وتبريد، دي أصلاً بتعيش وتنتج كويس في ظروف غيرها يدوب بيعيش فيها. طيب هل في عوامل تانية ليها علاقة بالصحة والمقاومة؟ أكيد. وده العامل الرابع، المناعة القوية. سلالة النيل وور عموماً وفياتينا 19 كنموذج فائق منها عندها جهاز مناعي قوي جداً بشكل طبيعي. وده بيحميها من إيه بالظبط؟ بيخليها مقاومة لكتير من الأمراض سواء بكتيرية أو فيروسية، وكمان للطفيليات الخارجية زي الأوراد والحشرات اللي بتمص الدم وبتنقل أمراض كتير وبتضايق الحيوانات جدا في المناطق الحارة دي. المناعة دي في السلالة كلها بنفس القوة ولا فياتينا حالة خاصة قوي؟ هي صفة قوية في السلالة عموما، لكن زي ما اتفقنا في فياتينا 19 كل الصفات الممتازة دي وصلت للذروة نتيجة التركيز عليها في برامج التربية. الميزة الاقتصادية هنا واضحة جدا، نسبة نفوق أقل يعني خسائر أقل للمربي، ومصاريف أدوية ولقاحات أقل طبعاً. بالظبط، مصاريف أقل على اللقاحات والأدوية والعلاجات البيطرية. كل ده بيعلي صافي الربح وبيخلي تربية السلالة دي مجدية أكتر ومستدامة أكتر، خصوصاً في المزارع الكبيرة اللي يهمها تقلل التكاليف قدر الإمكان. فالقيمة هنا مش بس في اللي بتنتجه، دي كمان في اللي بتوفره من خسائر ومصاريف. إنتاجية، خصوبة، تكيف مع الحر، ومناعة. دي كده كوكتيل مميزات بصراحة يخلي أي مربي يدفع فيها. هل في حاجة تانية؟ يمكن الشكل ليه دور؟ ساعات بنسمع عن مزادات جمال للإبل والخيل. هل البقر كمان فيه كده؟ سؤال في محله جدا، وده بيوصلنا للعامل الخامس، الصفات الجسدية والشكلية وحتى المزاج. وهنا بقى الموضوع بيكتسب بعد تاني. فياتينا 19 مش بس ماكينة إنتاج بيولوجية، لأ،
دي كمان بتتقيم بمقاييس شكلية دقيقة، شكلية زي إيه؟ يعني قوامها متناسق وقوي، بنيتها العظمية سليمة، حوافرها صلبة، حتى شكل الرأس والرقبة ليه معايير معينة. ده غير إنها معروفة بمزاجها الهادي نسبياً، وده بيخلي التعامل معاها في المزرعة أسهل. بس ثانية واحدة، يعني الجمال وتناسق الجسم ده يفرق في السعر بالملايين؟ هل هو شكل وخلاص ولا ليه فايدة عملية؟ لا طبعاً، ليه فوائد عملية مهمة جداً وممكن ما تجيش على البال. مثلاً صلابة الحوافر وتكوين الرجلين السليم، ده بيقلل جداً مشاكل العرج وأمراض الحوافر، ودي من أكتر المشاكل اللي بتخسر المزارع، لأنها بتأثر على حركة الحيوان وقدرته إنه يأكل، وبالتالي على وزنه وصحته. منطقي. والقوام المتناسق ده بيدل على توزيع كويس للعضلات وصحة عامة كويسة. أما بقى المزاج الهادي فده ليه تأثير مباشر على جودة اللحم نفسه. إزاي ده؟ الحيوان اللي بيتعرض لخوف أو إجهاد مستمر، جسمه بيفرز هرمونات معينة بتأثر بالسلب على طراوة اللحم وطعمه بعد الذبح. ده غير إن التعامل مع حيوان هادي بيكون أسهل وأأمن للعمال، وبيقلل الحوادث وتلف المعدات في المزرعة. فكل تفصيلة شكلية أو سلوكية ليها مردود اقتصادي أو إنتاجي. تصدق موضوع مزاج البقرة وتأثيره على اللحم ده جديد عليا خالص، ده بيخلي الصورة أوضح بكتير فعلا. طيب كده وصلنا ل5 عوامل قوية جدا، فاضل حاجة؟ هل في عامل سادس بيلم كل ده ويفسر القفزة النهائية للسعر ده؟ بالظبط كده. العامل السادس والأخير هو المظلة اللي بتغطي كل اللي فات ده، النظرة لفياتيناتين 19 باعتبارها استثمار استراتيجي في الجينات. المربين الكبار والمستثمرين في صناعة الماشية العالمية وخصوصا في البرازيل مش شايفينها مجرد بقرة، لا، هم شايفينها بنك جينات متنقل، أصل وراثي نادر وثمين جدا. يعني شراء البقرة نفسها أو حتى بويضاتها زي ما قلنا، ده زي ما يكون واحد بيشتري تكنولوجيا حيوية متقدمة؟ بالظبط، هو استثمار مباشر عشان يحصلوا على أفضل مادة وراثية موجودة في العالم كله، عشان يحسنوا بيها جودة القطعان بتاعتهم بالكامل. المربي اللي بيدخل جينات فياتينات 19 في قطيعه ده بيرفع القيمة الوراثية لكل حيواناته. وبالتالي قيمتها في السوق بتزيد. أكيد، سواء كانت عجول تسمين أو بقر حلاب أو أمهات للتربية، هم بيدفعوا الملايين دي كاستثمار طويل الأجل، متوقعين إنه يرجع لهم بأرباح أكبر بكتير من خلال تحسين نسلهم وقدرتهم التنافسية في السوق العالمي. ده يفسر ليه ممكن يدفعوا الرقم ده فعلا. ده مش تمن بقرة قد ما هو تمن مفتاح لتحسين ثروة حيوانية كاملة ممكن تساوي مئات الملايين. تماماً، فياتينا 19 بقت رمز للتفوق الوراثي في عالم تربية الماشية الحديثة. قصتها دي بتلخص لنا إزاي التقدم العلمي والتكنولوجي، خصوصاً في الهندسة الوراثية والتربية الدقيقة، بيأثر على قطاع حيوي زي إنتاج الغذاء العالمي. بتورينا مستقبل ممكن يكون شكله إيه؟ بالظبط، مستقبل ممكن تكون فيه الحيوانات مش بس مصدر لحم ولبن، لا، دي كمان مصدر لمعلومات وراثية قيمتها بملايين. وده طبعاً بيفتح الباب لسؤال أكبر عن مستقبل التربية المكثفة دي. يا ترى هنوصل لحد فين في تصميم الحيوانات دي؟ وإيه التأثيرات الأوسع للكلام ده على التنوع البيولوجي وعلى استدامة أنظمتنا الغذائية؟ طيب لو حبينا نلخص كل ده في جملتين كده، يبقى إيه خلاصة قصة فياتينا 19 وسعرها اللي قلب الدنيا ده؟ الخلاصة إن الرقم ده مش سعر بقرة، ده سعر حزمة كاملة من التفوق الوراثي، حزمة اتبنت واتثقلت على مدى أجيال، بتشمل كفاءة إنتاج لحم ملهاش مثيل، وخصوبة عالية جدا مع قدرة توريث ممتازة، وتكيف خرافي مع البيئات الصعبة، ومناعة طبيعية قوية، وصفات شكلية وسلوكية مثالية للمعايير التجارية. كل العوامل دي بتتجمع عشان تخلق أصل وراثي بيعتبره المستثمرون كنز حقيقي ومفتاح للمستقبل في عالم تربية الماشية وإنتاج اللحوم. يعني السعر ده هو نقطة تقاطع بين علم الوراثة المتقدم واحتياجات صناعة اللحوم الضخمة واستراتيجيات الاستثمار طويل الأجل. فعلا قصة معقدة ومركبة جدا ورا رقم واحد بسيط لكن صادم. وممكن هنا نختم بفكرة أخيرة كده للتفكير بعد ما غصنا في تفاصيل القصة دي. الموضوع ده بيخلينا نفكر في مفهوم القيمة نفسه، إزاي بيتغير في عالمنا ده، مش بس في الماشية، لا، في كل حاجة حوالينا تقريبا. إزاي التكنولوجيا بتغير نظرتنا للقيمة؟ بتقدر تاخد حاجة كانت بتعتبر مورد طبيعي عادي وتحولها لأصل استثماري أو فكري قيمته توصل لملايين الدولارات. ده بيخلينا نسأل نفسنا، إيه اللي هيحدد قيمة الأشياء في المستقبل؟ وهل معاييرنا الحالية للقيمة دي هتفضل ثابتة؟ فعلا، نقطة تستدعي تفكير عميق.
قصة أغلى بقرة في العالم فتحت لنا شباك على عالم مدهش بيتقاطع فيه العلم والتجارة والطبيعة والاستثمار بطرق ما كناش نتخيلها. والأهم، خلتنا نفكر تاني في معنى كلمة قيمة نفسها. نتمنى الغوصة دي تكون أضافت بعد جديد لتفكيركم في المواضيع دي.